السلام عليكم طلابنا وحبايبنا ابطال ثالثه اعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهارده بامر الله كويك ريفيجن على يونت 7 جميل جدا من الشيت بتاعك. طبعا حضر مشروبك المفضل ويلا بينا يا ريس نبدا الحصه بتاعتنا الجميله جدا، ومش بسميها حصه، هي كويك ريفيجن. بس مبدئيا انا طالب منك طلب. انا طبعا اديتك بوكلت اساسي بتاع الشرح وبوكلت بتاع الامتحانات بتاع كل حصه والبوكلت بتاع الورك شوب. يبقى احنا دلوقتي بنحل ورك شوب. اوري لك شكله برضو عشان تكون معايا، اللي هو ده هتفتحه وتبدا معاه تحل نفس اللي انا بقوله، مشروبك الجميل، وابتدي معايا سؤال بسؤال والدنيا تبقى لطيفه. نبدا مع بعض. بص احنا هنبدا السؤال الاولاني الديالوج اللي انتوا بتحبوه ده. فهنا عايز اتمرن ازاي اطلب او اعطي توضيح لحاجه معينه. يعني انت بتتكلم مع صاحبك في موضوع فانت مش فاهم بيقول ايه، فاهم فاكر؟ يعني هقول لك حاجه، ساعات انت مع صاحبك كده بيقوم مكلمك في موضوع فجاه تقول له صاحبي انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم، او يحصل لك ايرور فجاه كده فانت الموضوع بالنسبه لك مش فاهمه. احنا هنتكلم عن الحاجه دي بس بالانجلش. تمام يا ريس؟ تمام يا ريس. تعالى بقى نبدا بالديالوج بتاعنا. سم الله بيقول لي complete the following dialogue. هانيا is talking to ملك about tongue twister. يبقى هانيا بتتكلم مع ملك about tongue twister. مستر هو يعني ايه tongue twister؟ tongue twister ده جملة كلماتها وحروفها متشابهة لبعض فبتعمل لخبطة. فاكر لما قلت لك في السنتر كده ساعات كنا بنقول أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور في منورنا؟ نفس الشيء بس بالإنجليش بقى. تمام؟ تمام. اتفقنا ان احنا لازم نقرا الجمله الاولانيه دي، لان الجمله الاولانيه دي بتكون مفتاحيه وساعات بيكون فيها الاجابه، فركز فيها. يلا بينا. هانيا بتكلم ملك فبتقول لها the sentence in this poem is a tongue twister. القصيده دي فيها جمله tongue twister. ردت عليها بحاجه بعد كده قالت لها I mean that it's very difficult to say. انا بعني انها صعبه ان انا اقولها. زي ما قلت لك جمله صعبه انك تقولها. بس لاحظ معايا حاجه هنا، ان هنا في نقطه مفيش علامه استفهام. عارف هنا لو كان في علامه استفهام ولقيت تحت كلمه مين كنت هسال واقول what do you mean؟ ماذا تقصدين؟ فالاجابه تحت هيكون I mean كذا كذا. لما لقيت النقطه انا هنا مش هينفع اقول what do you mean. عارف ان بعض الطلاب لما يلاقي تحت كلمة think فيقول لك فوق what do you think، لما يلاقي كلمة تحت مين يقول لك what do you mean؟ ماذا تقصد؟ لأن الرد I mean أنا أقصد كذا كذا. بس إحنا هنا لقينا نقطة يا مستر، معنى كده إن هو حط جملة معناها إنه مش فاهم يعني إيه اللي أنت بتتكلم فيه. أنت بتتكلم عن إيه يا صاحبي؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ تمام؟ لو جينا رجعنا هنا أهو. تعالى بص بقى عشان أنا بربط ده بده. لما انا حد يقول لي حاجه وانا مش عارف معناها بقول الجمله دي I am sorry but I am not sure what you meant by that. اسف لست متاكد ماذا تعني بذلك. انت بتقول ايه؟ هو هنا بيقول له انت بتقول ايه؟ يعني ايه تانج تويستر؟ بس انا لو قلت لك احفظ الجمله دي والله العظيم ما هتحفظها. واحنا اتفقنا ان احنا بنحل الانجليش بالروقان فانت مش هتحفظها. فلو قلت لك يا ابني اول ما تشوف حاجه مش فاهمها فوق فاقول I am sorry but I am not sure what you mean باي ذات والله ما هتحفظها. فانا اقول جمله يعني تنفع يعني تساوي الجمله دي وسهله وهتعرفوا تذاكروها. يعني هنا بيقول لي ايه the sentence in this poem is a tongue twister. التانج تويستر رد بجملته I mean that، يعني هو مش فاهم الجمله اقول sorry سهله خالص sorry I can't انا مش عارف دي سيها I can't understand you أنا مش فاهمك. تمام sorry I can't understand you. بعد كده هنا في علامة استفهام عيني تحت. قال له yes here an example. خد المثال أهو she sells seashells on the seashore. شايف هو ده التانج تويستر. جمله كده شبه الجمله اللي كنا عاملين فيديو مع بنت صغننه كده كانت بتقول كان يو كان ذا كانر كان. ده تانج تويستر بنستخدمه في الانجليش كده عشان نحسن البرونانسيشن بتاعك طريقه نطقك وكمان تبقى فلوينت اكتر في نطق الانجليش. هي قالت لها دي فهذه الجمله دي يا اولاد
tongue twister واللي انا لسه قايلها دلوقتي. قالت لها يس ايوه here is an example، هديكي مثال. يبقى هي لما كلمتها هنا قالت لها ممكن تديني مثال، could you give me، ممكن تديني، وامسك كلمة an example اهي، ممكن تديني مثال، رد بالمثال اللي هي ايه قالته لها تحت. So when you say it's a tongue twister do you mean the letter are all the same؟ يعني انت قصدك التانج تويستر ان الحروف كلها شبه بعضها؟ ردت عليها بجملة they are hard to read، لا يعني بتقول لها لا بس هم بيكونوا صعب انك تقرأهم. فهترد هنا وتقول لها no they aren't the same، مش زي ما انت بتقولي كده بالظبط but، ولكن لما بيكون صعبة في قراءتها. دي فصل على فكرة. خلاص تمام. في علامة استفهام يا مستر عيني تحت. هتلاقي اوكي in a tongue twister the words are hard to say together quickly، من الصعب انك تقوليها بسرعة. فانت تعرف تقول الجملة دي بسرعة؟ تعرف تقول الجملة دي كان يكان كان ذكر كان بسرعة؟ مش تعرف. فهي بتقول لها ممكن تقوليها لي بطريقة تانية، could you say it in another way، ممكن تقولها لي بطريقة تانية. فقالت لها الكلمات سهلة وتجذر كويك. لا اوكي I see، انا فهمت اللي انت قلتيه. ممكن تقول I got it، يعني انا فهمتها، فهمت قصدك ايه. او تقولي I understand it. هي مش صعبة، الديالوج ده مش صعب ولكن جديد، فعشان كده انت يمكن اول مره انت معتمد على حاجات مباشره، يمكن ده عشان اول مره كده، اول مره تتفق بحاجه شبه كده، فالموضوع يبقى بالنسبه لك سهل. بس انت مع التدريب شويه صغننين كده الدنيا تبقى لطيفه وزي الفل. تمام. يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده، وبيقول لي read and complete the text with words from the following list. يعني ايه ليه يا مستر؟ ليه يعني تضع الاجز البيض. هتجيلك هنا turtle سلحفة preserving حفظ، ورينفورست الهابيتات مسكن الرينفورست الغابات المطيرة، ولاي هنا لاي يكذب، وبريسيرفد محفوظة. احنا اتفقنا على حاجة في السؤال ده ان احنا لازم نقرأ اللي قبل النقط واللي بعد النقط، الجملة هتبقى سهلة معانا وبسيطة. تعالى يا ريس. animals live in different habitats يا مستر يعني مساكن كتيرة، ولا بيتكلم عن الحيوانات. these habitats are well، هذه المساكن بتكون well نقط، واللي تمشي معاها ما تمشيش. well turtles ما حصلش. preserving ولا هو انت يا اما preserved يا preserving، وهنا الاجابه هتكون preserved يعني محفوظه لوجود كلمه ايه well، يبقى well preserved. اوكي. grassland provide habitats for animals للحيوانات like the carcaw the نقط or home to. نبصوا مع بعض. احنا اتفقنا ان احنا هنقرا اللي قبل النقط واللي بعد النقط، الاجابه هتبقى سهله معانا. تعالى كده. the نقط are home to more than اكثر من. طالما مستر قال لي مسكن لي يبقى مش هيبقى ترتو ولا هيبقى لاي ولا هيبقى لي. يبقى فين المساكن؟ مش احنا خدنا الجراس لاند والويت لاند والرين فورست دول مساكن لبعض الانيمالز الحيوانات. فالاجابه هنا طبعا طالما قال لي مسكن، انا غشيت الاجابه من كلمه مسكن، هتبقى مستر كلمه ايه رين فورست. اللي بعده سي نقط live in the sea بتعيش في البحر. سي ايه؟ عايز حاجه، عايز living things كائن حي. لو جينا بصينا مفيش عندي غير كلمه ايه يا مستر turtles. قريت اللي قبل النقط واللي بعد النقط وخدت الاجابه. اخر واحده come to land to تضع ايه eggs البيض بتاعها. مين؟ التيرتلز. فالاجابه هنا يا مستر هتكون ايه؟ تضع البيض بمعنى ايه يا مستر؟ بمعنى لي، تضع
البيض. اوكي يلا بينا ندخل بقى على اسئله الايه اللي تشوز. يلا يا ريس ركز. سمي السؤال بيغششني الاجابه، فيلا بينا نبدا في الروقان منه. Habitats usually have large green. قلت لك اول ما تشوف لارج جرين وما فيهاش ماونتين يبقى على طول قلب جراس لاند. اللي بعده Habitats مساكن have a lot of trees. فيها اشجار كتير they are usually very hot. يكون الجو حر ولكن فيها الكثير من الرين. رين يعني مطر، طالما مطر يبقى رين فورست، طالما مطر يبقى رين فورست، طالما مطر يبقى مستر رين فورست. ندور ادي مستر رين فورست. تمام. يبقى تاني فيها جرين لارج جرين ارياز بقى وكده يبقى جراس لاند. فيها الكثير من الرين يبقى الرين فورست. تعالى اللي بعدها trees is not there is not always rain. ما فيهاش رين كتير، مطر كتير. there is always a lot of water. بس فيها ميه كتير، يبقى ميه كتير وما فيهاش رين شويه يبقى يا مستر ايه ويت لاند. تعالى نبص عليها كده، فالاجابه هتكون ويت لاند. habitats المساكن او المواطن are always cold على طول بتكون بارده. are often covered بالايس، فيها ايس. لو اقول لك ايس او سنو خلاص انت عرفت ان دي قطبيه. القطبيه بيكون اسمها ايه؟ بيكون اسمها بولر، بيكون اسمها بولر. يلا اللي بعده. habitat are next to the sea. next to the sea جنب السي، جنب البحر، ساحليه بتكون coastal. سيوه واحد، سيوه oasis واحد. The village قال لك 800 كيلو متر، 300 كيلو متر 800 كيلو متر لحد السيتي. معنى كده انها بعيده جدا. نير قريبه، كلوز قريبه، نوت فار مش بعيده يعني قريبه. يبقى انا عايز كلمه ايه يا مستر؟ ريموت يعني بعيده. السؤال اللي بعده ركز معايا. او ان something that people travel in. بيسافروا فيه ولكن بيتسحب بالهورس. يبقى العربيه زي ما بنقوله كده حنطور او عربيه كارو، فالاجابه هتكون ايه؟ كاريج. يلا اللي بعده. ذا اونر صاحب الحيوان. an animal is the person who has. طالما صاحب حاجه يبقى هو اشتراها يعني بوت. تعال بقى ركز معايا كده في السؤال اللي بعده. استيبل الاسطبل. شفت فيلم احمد حلمي يلا زيكو على الاسطبل؟ هو ده. تعالى بقى ركز. الستيبل is a building where horse. الاسطبل الهورس الحصان بينام فيه. بينام يعني sleeps. if you treat someone. بص فيديو انا عايزه ايه صغنن كده فمشي الدنيا، فاهم حاجه؟ يعني مش هقعد ارغي بقى في ساعه وساعه ونص في كلام اهبل. يلا مشي الكلام. الدنيا لطيفه. بقول لك ايه، بص هتلاقيني بقول لك ايه السؤال بيغششني الاجابه، فاقول لك دي بتغششك الاجابه فحل بعدها مش ناقصه. الدنيا لطيفه وزي الفل. يلا بينا. الدنيا كتير يعني ملهاش لازمه الهيصه دي. if you treat someone well you not them. لو انت بتتعامل مع شخص بشكل جيد فانت كده كويس معاه. laugh at بتسخر منه، مش طيب معاه، سيء ليه، ولا انت نايس لطيف معه. is to cut down تقطع trees in large area or destruction. cut down يعني قطع الاشجار بتاعت الفورست الغابات بواسطة الناس المعفنين اللي بيقطعوا الاشجار ويؤدوا الى حاجة اسمها عملية التصحر. ما يبقاش فيه اي حاجة خضراء. اسمها ايه دي يا مستر؟ اسمها deforestation يعني التصحر. او an person is someone who can move يقدر يتحرك easily سهل كده، شخص نشيط active. تمام. عكس active ايه؟ inactive. يلا السؤال اللي بعده. to give the antonym علشان تعطي عكس active. عكس active انا قلتها inactive، فالاجابه هتكون ايه؟ inactive. cause سبب. cause خلي بالك cause بيجي معاه off. cause of سبب ليه بيدي نفس المعنى. يبقى cause دي عايزين كلمه من تحت في نفس معناها. هل effect reason result event. تأثير سبب نتيجة حدث. هي دي reason سبب. خلي بالك reason بيجي معاها for. reason for. the word preserve يحفظ. عكس كلمة opposite يعني اللي هو المضاد في اللغة العربية. عكس واحد بيحفظ حاجة يبقى بيعرضها للخطر in danger. the word polar could be is the synonym في نفس معنى could be مستر هوت حر tropical
ولا freezing؟ لا freezing. We can get the adjective، نحصل على الصفة من west. west بإضافة إيه؟ أنت حافظها western، اسمها إيه؟ western. اللي بعده ركز معايا. to give the noun، هتجيب الاسم من الفعل appear. appear يعني يظهر، عكسها disappear يختفي. هات منه النون هيبقى appearance. يبقى احنا عايزين حاجة فيها إيه؟ answer، فالإجابة هتكون اللي أنت شايفها. the suffix turn is the verb create. عايزين نحول create لنون، لاسم. نون اسم نخليه create، لو شخص هيبقى creative. طب احنا عايزين نتكلم عن الإبداع، فالإبداع اسمه creation. اللي بعده there is a lot of snow، في سنو كتير، تلج في البيك. عارف بيك دي يعني ايه؟ مقدمة او اعلى، اعلى الماونتين الجبل. معنى كده انها في البيك، في التوب. يبقى هو عايز نفس معنى كلمة بيك، مقدمة او في الاعلى، توب في الاعلى. دي عكس كلمة بوتوم، يبقى توب في المقدمة عكسها ايه؟ بوتوم. An is a wild cat with long legs، رجله كبيرة، bigger ears، that lives in Africa and Asia. طبعا انتوا عارفينه نوع من انواع الكات، مد على نمر شوية، اسمه يا مستر؟ اسمه كراكل. An is a large animal، كبير جدا، long red hair، شعره احمر، and long arm which lives in، بيعيش في اندونيسيا. ده طبعا يا مستر انسان الغاب، اورانجوتان. اوكي. اللي بعده خليك رايق يا قلبي، شعارنا ده اجمد كده والدنيا لطيفه جدا. يلا اللي بعدها is small green، احنا عندي ده 24. is a small green animal with long طويل، long back leg that lives on near water. جنب الايه يا مستر؟ جنب الايه؟ الميه. خلي بالك عشان انا عارفك هتتلخبط هتختار مونجوس اللي هو النمس، بس في حاجه هو قال لك جرين انيمال، صح؟ طالما جرين انيمال يبقى مستر ده فروج، الضفدع. انما المانجوس لو جيت بصيت عليه هيقول لك ان هو عنده لونج بادي. لونج ايه؟ بادي، جسم طويل وتيل، وعنده ديل، وتلاقي رجله قصيره. خلي بالك عشان اغلب الناس بتغلط فيها وتختار المانجوس، لكن هو ايه؟ فراج، ضفدع. ده نمس وده ضفدع. The body of some animals is covered، بتغطى بأجسام بعض الحيوانات بتغطى بالفرو. الفرو يا مستر يعني فر. اوكي. ندخل بقى على أسئلة موقع الوزارة وركز فيها. الكسندريا از بيج، اسكندريه طبعا ساحليه يا رجاله، فطالما ساحليه وجنب السي تبقى كوستال. تاني لو قال لك نيكست تو ذا سي كوستال. طب قال لك لو فيها رين يبقى رين فورست. طب قال لك الدنيا ما بتشتيش فيها شويه، ما فيهاش رين شويه ولكن فيها لوت اوف ووتر، تبقى ايه؟ ويت لاند. قال لك فيها سنو او ايس يبقى بولر هابيتات. خلاص يبقى انت كده لخصتها وبقت سهله معاك. وي شود بروتكت اور انفايرمنت، بروتكت يعني نحمي، السيميلر في نفس معنى. يبقى عايز حاجه كلمه من اللي تحت في نفس معنى بروتكت. تعال بص كده، ابير يظهر، دامج يدمر، افويد ولا بريسيرف يحفظ؟ بريسيرف يحفظ. is any reptile، زواحف، that has thick hard shell، صدفة على ظهرها حوالين جسمها، تبقى دي ايه؟ تيرتل، سلحفة. oh your shirt isn't different، التيشيرت بتاعك is not different، مش مختلف. it's the نقط، نفس التيشيرت بتاعي، نفس الشكل تبقى مستر the same. similar كان مع دي عشان as اهي similar as، انما similar دي نفس الشيء to. في بقى اختلاف بقى جزئي وفي حاجات قريبه من بعض، في typical قصه تانيه مالكش دعوه بيها. جبل علبه is usually green and not too many animals. كلمه to عايز اقول لك ان هو المكان ده مسكن ليه كان اسمها ايه؟ كان اسمها home to. how do you get to the supermarket؟ get to هنا بمعنى يصل الى، get to بمعنى ايه؟ يصل الى. هو بيقول له ازاي توصل للسوبر ماركت means معنى get to. بص يا قلبي، come from يعني ياتي من، مش هتنفع. leave يغادر كمعنى مش هتنفع. فلو جينا بصينا arrive at وarrive، مستر arrive لازم يجي معاه حرف جر، فدي مش هتنفع.
انما هنا هختار كلمه ايه؟ arrive at. ولو في كلمه تانية بدون حرف جر بمعنى يصل هي كلمه reach. اوكي. وجيت تو يصل الى المكان بصعوبه من ضمن اللانجوج نوتس بقى، يعني ايه يصل ويصل ويصل، ثلاثه بمعنى يصل. طب ايه الفرق ما بينهم؟ هتلاقي ان جيت تو يصل الى المكان ايه؟ بصعوبه شويه. discover يكتشف في نفس معنى ايه؟ the same meaning، يعني في نفس المعنى، او the same as. واحد بيكتشف حاجه فهو find out الحاجه دي بيكتشفها برضو. can you tell me about one of the natural wonders؟ natural يعني حاجه طبيعيه، هيقول لي عكسها opposite يعني عكس. تاني opposite بتساوي كلمه antonym يعني عكس، الاثنين عكس بعض. عكس حاجه natural يبقى حاجه ايه؟ artificial. اوكي، صناعيه، طبيعيه وصناعيه. Irnizak Lake is described as one of the best places to dive in. best أفضل. عايز الأنتونيم العكس أو المضاد اللي أنا بكتبه ده. يلا ودي عكس حاجة مفضلة يبقى حاجة إيه يا مستر؟ معفنة. حاجة سيئة جدا بقى في صفة التفضيل. فبست هتبقى يا مستر؟ هيكون عكسها ايه؟ worst، أسوأ. We must protect the environment، لازم نحمي rainforest that are معرضة للخطر، هنحميها. معرضة للخطر يعني ايه يا مستر؟ معرضة للخطر يعني endangered. فين الكلمة دي ولا دي ولا دي؟ اهي endangered. اللي بعده the ancient building was protected، كان محمي بيه. was protected كان محمي. it wasn't ده ما كانش. طالما حاجة محمية يبقى ما كانتش ايه؟ تثبت مختفية، kept محفوظة بيقول لك محمية، built مبنية ملهاش علاقة بالموضوع. لا destroyed يعني مدمرة، حميناها فما حدش دمرها. تمام. ندخل على الجرامر بتاعنا اللطيف جدا، سهل جدا وبسيط خالص. بص يا ريس، قبل ما ابدا الجرامر انا عايزك تركز على حاجتين. ركز على حاجتين. الجمله بدأ بفاعل ولا بدأ بمفعول؟ بس ستور. انا هبص كده هشوف الجمله لو بدأ بفاعل اسمه حماده، ده انتوا عارفينه بقى، مش هقوله تضحكوا. حماده حاجه انت عارفها بقى. ده بادئ بايه يا مستر؟ بادئ بفاعل. بادئ بايه؟ بفاعل. لو جملتي بادئه بفاعل هيبقى لها حاجه، ولو جملتي بادئه بمفعول نكتبه تحت اهو. لو جملتي بادئه بمفعول هيبقى لها حاجه. احفظ معايا الشعار الجميل اللي بيقول ده: المفعول مجهول، تاني المفعول مجهول، تاني المفعول مجهول. يعني جملتي مجهوله. يعني انا مثلا هقول الشنطه اتسرقت، البيت اتنضف، الولد اتضرب، انا ضعت. يبقى في حدث حصل لحاجه. تمام. فده المفعول، فده مفعول. طالما مفعول يبقى مجهول. تمام. يعني انا مش بركز على الشخص اللي عمل الحاجه على قد ما بركز على اللي حصل في الحاجه. المفعول. انا بركز على البيت اتنضف، الشنطه اتسرقت، فانا بركز على الايه؟ على المفعول معايا. اوكي. بص يا ريس، احنا قلنا بنبص على الجمله لو فيها فاعل ولو الجمله فيها ايه؟ مفعول. لو زمن الجمله مضارع يبقى احفظ معايا في المجهول بتكون نمسح ولا مش لازم؟ في لو زمن الجمله مضارع، لو زمن الجمله معايا مضارع هيكون am is are زائد البي بي. تاني، لو زمن الجمله مضارع am is are زائد البي بي. لو زمن الجمله مضارع am is are زائد البي بي. لو زمن الجمله مضارع am is are زائد البي بي. طب لو زمن الجمله ماضي يعني ده مضارع. تمام. لو يا مستر زمن الجمله بتاعي ماضي هيكون ايه؟ was aware زائد البي بي. يبقى تاني، لو زمن الجمله مضارع am is are زائد البي بي. لو زمن الجمله ماضي was aware زائد البي بي. وقتي يلا بينا اللي بعده. تمام يا ريس. طب انا بعرف الجمله ماضي ولا مضارع منين؟ من كلمات عبد الله ما يعرفوناش. الماضي yesterday ago last in the past تاريخ قديم. كلمتي للماضي ده ماضي بسيط. يبقى انا هاجي اول ما اشوف حاجه في الماضي او كلمه ancient او تلاقي المبنى بني من كذا يقول لك قلعه قايتباي، تاج محل، حاجات كده، يبقى ووز او وير زائد الايه؟ البي بي. انما الثانيه اولويز بقى وشلتها اولويز يوجوالي سام تايمز اوف نيفر، ده مضارع ايه؟ مضارع بسيط. يبقى ام اوز او ار زائد الايه؟ زائد البي بي. خلاص. في اغلب الاحيان بيكون موجود معاهم باي، والحرف الجر بتاع المجهول اسمه باي. الروم، الغرفه اتنضفت باي بواسطه ايه مثلا.
فانا قلت باي ايه مثلا، باي احمد، باي ساره، يبقى حرف الجر بتاعها باي. بص يا صاحبي، الحل في الحل، خدها شعار، سواء كنت في اولى لحد ثالثه ثانوي في ابتدائي حتى، الحل هو انك تحل. هتلاقي الدنيا بقت لطيفه معاك، حليت شويه امثله، شفت شويه افكار، بعد كده ايه ده دي، طب يلا خد دي تيك تيك، تلاقي نفسك باشا، الدنيا لطيفه زي الفل. تمام تمام. تعالى بقى كده ركز معايا وهنحل مع بعض الجمله اللي جايه دي. بص يا قلبي، واحد الواحد، صلي على الحبيب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ويلا بينا. many people not the national park every year. مستر قلت لي بص على ايه؟ على الفعل. بص على ايه؟ على الفعل. بادئ بمين؟ ببيبول. وزمن الجمله ايه؟ مضارع. عرفت منين؟ كلمه every. يبقى المضارع البسيط المفرد بيحب الاس، الجمع الساده من غير زياده. هي دي جمله معلوم ولا مجهول؟ لا يا مستر جمله معلوم، علشان بادئه بالشخص اهو، بادئه بالفاعل يا مستر اهو، الناس، وفي زمن المضارع البسيط. وكان ليه اغنيه بتاعتنا بتقول المضارع البسيط المفرد بيحب الاس، جمع ساده من غير زياده. ده جمع ساده من غير زياده، يعني هشيل الاي ان جي، فالاجابه هتكون فيزيت. خلصت. اللي بعده every year، كل سنه، مضارع. عرفت منين؟ من every year. turtles. turtles يعني ايه turtles يا مستر؟ eggs on the beach. السلاحف بتضع. تضع ايه يا مستر؟ تضع الاكس. هي دي اصلها المفروض انها تكون، ادي الجمله صحيحه، هي المفروض انها تكون لاي بمعنى يكذب. اوكي، فاحنا هيبقى لو جيت بصيت لجملتي، جملتي يا مستر مضارع صح، والجمله معلومه، معروف مين اللي عمل الاكشن ده، فهتبقى لي. واحنا اتفقنا المضارع البسيط المفرد بيحب الاس، الجمع ساده من غير زياده. ده مستر الفعل بتاعي جمع، فالفعل بتاعي بيكون في الانفينيتيف، المصدر ساده من غير زياده. السؤال اللي بعده، ركز بقى. السؤال اللي بعده بيقول some of the turtle eggs not by birds and animals. اوكي اوكي. مستر some of the turtles eggs بيتكلم عن الايجز، البيض. تمام. البيض ده مستر، وفي كلمه باي مجهوله كده، الجمله ايه زمانها؟ مجهول. في زمن ايه؟ بالله عليك قول لي ماضي ولا مضارع؟ ده مستر مضارع، مفيش حاجه دل على الماضي، يبقى ووز او ويل. لا بس بتقول ايه؟ ام از ار زائد البي بي. صح صح. تعال هنا الاكس ده ايه يا مستر؟ جمع صح، هياخد ار. حلو قوي. هات لي البي بي من ايت، اكتب كلمه ايت اهي، ايتين، يبقى الاكس ار ايتين بواسطه الترم اللي ودي. اللي بعدها ذا بارك اند ذا بيتش. بارك وبيتش جمع ده يا مستر، وفي كلمه باي. الباي مجهول، ماضي ولا مضارع؟ قول لي بالله عليك ماضي ولا مضارع؟ ماضي؟ لا مضارع. مفيش حاجه دل على انها ماضي، خلاص يا مستر يبقى مضارع. المضارع مع الجمع بيكون ار، وحط البي بي يبقى كليند. ودي اللي بعده تريز، الاشجار. كات داون، ايه ده؟ ده بي بي. باي ده مجهول، في زمن ايه؟ في زمن المضارع، يا اما يكون ام از ار زائد البي بي. التريز ده اشجار صح، جمع ولا مفرد؟ جمع. ادي ار، ايه ده؟ بيقول لي حط نوت، يبقى ارنت، وموجوده كلمه كات داون البي بي، يبقى تريز ارنت كات داون. خلاص خلاص. يلا السؤال اللي بعده. في يور ماجازين، جمله معلومه دي يا مستر ولا جمله مجهول؟ بص جمله معلومه ولا جمله مجهول؟ بدأ بايه؟ بمفعول، الصحف والجرايد، وفيها كلمه ايه؟ باي. وفي توداي مضارع، يبقى ايه دي يا ولا؟ تبقى ايه؟ ام از ار زائد البي بي. تعالى بص، الله ده في كلمه ار اصلا، يبقى عايز البي بي من سيل، البي بي من سيل يبقى صوت. اللي بعده ايس. وقف عند الجمله دي. الحقائق، اغلب الحقائق العلميه ده تبنى للمجهول في اغلب الاشياء. فهنا افهم الجمله، التلج هو كفر يعني يغطي، حاول تجيبها للمجهول ايه؟ يغطى باللاند. مش هتيجي. يبقى كلمه كفرز دي فاكت حقيقه علميه، ان الايس بيغطي اللاند، الويت لاند. تبقى جمله معلوم بسيطه خالص رغم انها بدأ بايس، فهتبقى الاجابه ايه؟ كفرز. مستر مضارع، ايوه يا عم، ما انت ما تعرفش ان المضارع البسيط بيعبر عن الحقائق. فاكت، بابا شغال دكتور، الشمس تشرق من الشرق، والايس ده مفرد، المفرد بيحب الاس، فاعطينا لها كفرز. خلاص بقى اروح. مليون كارز، الكثير من العربيات. باي يا مستر، والعربيات مفعول، والمفعول مجهول، وزمن انا برغي ياما صح.
كارز ادي يا مستر ار عشان جمع وهتبقى ار ميد. اللي بعده سكواش، لعبة السكواش. في كلمة بوي يبقى مجهول، السكواش مفرد اديله از. في كلمة نوت نزل نوت، هات لي البي بي من بلاي هيبقى بلايد. اللي بعده اور بيتشز، بيتشز يا مستر جمع. وفي كلمة بوي مفيش حاجة دالة على المضارع على الماضي فدي مضارع، بيتشز هتبقى اور. وهات لي البي بي من فيزيت هتبقى فيزيتد. يلا اللي بعده ميني هاوسز، منازل هتبني نفسها ولا حد هيبنيها؟ هتبنى، هيقع عليها الحدث يعني مفعول، والمفعول مجهول. بوي عرفتني ان ده زمن مجهول. مستور هاوسز تاخد از ولا اور؟ يا عم جمع فيها اس اهي هتبقى اور. هات لي البي بي من بيلد، بيلت بيلت اخرها تي، طير الدي وخلاها تي شبه سبند سبنت سند سنت تي. تمام تي تي تي. ركز بقى في اللي جايه. بيبل الناس بدأ بإيه يا ابني؟ بفاعل. بدأ بإيه؟ فاعل يعني جملة إيه؟ معلوم. في زمن إيه؟ تعال نبص. فور. في كلمة every year. في كلمة every year مضارع صح؟ مضارع بسيط. تعالى بقى مضارع بسيط يا مستر. المفرد بيحب الاس، الجمع سادة من غير زيادة. بيقول دول ناس كتيرة جمع صح؟ سادة من غير زيادة. ارمي ار بره مع السلامة انت تبقى كات داون بس. كات داون. في الانفينيتيف يعني سادة من غير زيادة دي عشان انت ما انا عارفك. انفينيتيف يعني ما احطلهاش اس. عارف لو علي كنت اقول له كاتس. زاديتس البلح البلح البلح. الميني شوبس جمع صح؟ يبقى اور. تعال اور. هات لي البي بي من سيل سولد. ادي يا ولا. باسكتس شوز اند فرنيتشر. ياما كتير كتير جمعهم. نعمل ايه؟ زمن مضارع. طالما جمع اديها اور. هات لي البي بي من ميد. ميك ميد ميد هتبقى ميد هي هتبقى ميد. اللي بعده فور ويتلاندز كتيرة 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 ان ايجيبت في مصر اديها اور. هات لي البي بي من فايند فاوند. يلا اللي بعده وادي الحيتان. ايه ده يا مستر؟ وادي الحيتان بص تعالى. زمن الجمله ايه بالله عليك؟ زمن الجمله ايه؟ بص انا عمال ايه قاعد كده بص ابص ارمي كده عين في كلمه داله ولا حاجه تغششني الاجابه. روق الدنيا سهله صعباش. في كلمه داله ايه؟ لاست اهي لاست. فتحت لاست اهي وتحت كلام قديم اللي جاي ماضي بقى. تقريبا في جمله هتكون مضارع. انا بصيت فيهم قبل ايه؟ قبل ما اجي اصور. وادي الحيتان نقط باي اباوت مش عارف مين بيبول لاست. الكلام فين يا مستر؟ في الماضي. الماضي بيكون ايه؟ ماضي ووز او وير زائد البي بي. ايه ماضي ووز او وير زائد البي بي. وادي الحيتان مفرده اديها ووز. فيزيت فيزيتد يبقى was visited. في بايله بتاعت المجهوله اهي. اللي بعده was with legs جمع. كلام في الماضي طالما جمع اديها وير. هات لي البي بي من فايند هيكون فاوند. ودي أليست اقف عند دي. قائمة من الوندرز. عارفك انا انت ذكي جدا ولغوي جدا فهتقوم رايح واقف كده مستور فائس يبقى وير يا مستر. غلط. تعالى بص في كلمة ليست. قائمة من النيو 7 وندرز. قائمة دي مفرد يا ابني ولا جمع؟ قائمة دي مفرد يا مستر. يبقى انا هختار ايه يا مستر؟ كلام فين؟ في الماضي. ووز ولا وير؟ ووز. هات لي البي بي من ميك ميد يبقى ووز ميد. اللي بعده the city of Petra was. طالما ووز موجودة يبقى عايز بي بي هتبقى الإجابة named. ذا تاج محل باي شيهان برامندلان. ماشي جيهان. تاج محل اللي في الهند يا رجالة ده مكان صح؟ طب زمن الجملة ايه؟ ما هو تاج محل يعني مكان بيلدينج يعني اتبنى من زمان. شغلها اتبنى من زمان. يقول لك قلعة قايتباي مبنية دلوقتي ولا مبنية من زمان؟ الأهرامات من زمان فاديها ماضي. مش لازم يعني يبقى في كلمة دالة على طول أو تلاقي كلمة انشنت أو تلاقي كلمة يلا بينا. تاج محل الكلام في الماضي. تاج محل مصر المفرد فالمفرد هيكون ووز. اديلي بيلد هتبقى بيلت. خلصت. اللي بعده ذا جريت وول اوف تشاينا. سور الصين العظيم ماضي قديم اديله ووز. برضه هي was built بنيت. اللي بعده children الأطفال. ايه ده يا ابني؟ بدأ بيه ايه؟ بدأ بفاعل جملة معلوم.
في الماضي على فكره دي. children in our school this painting ارمي لها وير يبقى عادي اساسي خالص ماضي بسيط. فاكر اغنيه الماضي البسيط اللي احنا كنا بنغنوها، اغنيه جامده برضو بتاعت الماضي البسيط دي، ايدي واي ايدي وعملنا لها حركه كده حلو. التمثال ابو الهول ووز زائد البي بي فالاجابه هتكون ميد. يلا السؤال اللي بعده. يا رب. we don't know how the stones for the pyramids in Giza. جملة برضو. نحن لا نعرف ازاي الاهرامات حملت الى الجيزة. الاهرامات هتحمل نفسها، هتشيل نفسها ولا حد هيشيلها؟ هتشيل نفسها، حد هيشيلها. تعالى والكلام فين؟ في الماضي صح. دي البيراميدز جمع تبقى وير كاريد. خلي بالك ان دبل ار واي اي دي الواي بتبقى اي كاريد. ذا قايتباي سيتاديل قلعه قايتباي في الاسكندريه ان ذا سيم بليس. لان دي كلام في الماضي عشان قلعه قايتباي في الماضي يا مستر. وهات لي تبقى بنت. اللي بعده ذيس سكول هذه المدرسه. في كلمه اجو كلام فين يا ريس؟ كلام في الماضي دي مفرد هتبقى was built. these trees هذه الاشجار بواسطه last. الكلام فين يا ريس؟ في الماضي. انا تعبت بعيد الكلام تاني ولا انتوا فاهمين؟ لا اسمعوه بقى عشان ما ازعلش حد. خلاص تعرف في لاست سمر صايم والله صايم على الضرب. انا جاي لك صايم في جو حر جدا يعني مش عارف بس يلا الحمد لله. these trees بلانت بحبكم فعادي جدا والله من اقرب الدفعات الى قلبي. تمام. وانا لما بقول من اقرب الدفعات الى قلبي يطلع لي واحد في اولى ثانوي مش معلوم يطلع لي بتوع ثالثه ثانوي. بقول من اقرب الدفعات بتوع ثالثه هم كلهم حبايبي والناس على وهم بتوع الثانويه يعني كده هم معانا في الثانويه. بس انتوا كده فيكم حاجه حلوه خفه الدم. وانت طالما دمك خفيف اعمل اللي انت عايزه. ده المبدا اللي انا عايش فيه. فدي الميزه يعني اللي مصبراني عليكم. انما بقى في تخلف عقلي عادي نتغاضى عنه طالما انت دمك خفيف. these trees not by clever school boys last summer. حلوه يا مستر. trees اشجار والكلام في الماضي يبقى وير. ادي البي بي من بلانت هتبقى بلانتد. هو اقف عند الجمله دي. مين اللي كسر الجلاس اوف ذا ويندو؟ مين اللي كسر ازاز الشباك؟ فاكر كده المنطق مين اللي عكل الجبنه؟ بالظبط كده. فهي عايزه تدور على الفاعل صح. يبقى دي مش جمله مجهول. مين اللي سرق الشنطه؟ تمام. مين اللي شرب مش عارف ايه كده فاهم. يبقى هنا دي جمله معلوم. يبقى هو بروك. مين اللي كسر؟ خلاص ذا بيراميدز الاهرامات صح. اهرامات يا مستر. جمع ولا مفرد؟ بص بقى بص الخباثه. تعال في افري جمله ايه دي؟ جمله مضارع. every month باي ماشي. باي يبقى مجهول. الاهرامات يبقى افكرك والله زهقت معلش. المضارع في المجهول ام از ار زائد البي بي. طب الماضي في المجهول was وير زائد البي بي. تعال نبص. ذا بيراميدز الاهرامات وير اللي انا عامله ده يا وير فيزيتد ما علينا والله ما انا طالع فوق بعيد. وير فيزيتد اوكي. انت شايف الجمله دي صح؟ شايف ان الجمله دي ماضي وفيه كلمه افري؟ شكلها هطلع امسح من فوق. تعال عشان طويل بس فاهم طول انت فاهم. الجمله دي جمله مضارع فطالما مضارع هتبقى ار. تمام. فهتبقى ار فيزيتد. تمام يعني بتزار بواسطه الناس كل يوم السياح. الكوتون والمواد الخام والماتيريالز والانكاونتبل ناونز بتاخد از. فهتبقى الجمله دي في جمله مجهول في باي هتبقى از. هات لي البي بي من جرو. ادي جرو جروين. اوكي. اللي بعده هو نقط مش عارف تكون باي. لازم تاخد راحتك في الجمله. بص فين البي بي او وفي كلمه باي وتدل على المجهول. مين اللي صورنا الصوره الجامده دي؟ النايس فوتوغراف ده. يبقى هنا في كلام في الماضي صح. في بي بي ودي مفرد. يبقى كلمة هنا اللي ناقصة ووز يبقى ووز زائد البي بي. خلاص. when was بترا ويز موجودة يبقى في كلمة نيم. خلي بالك دي أسئلة لونج مان موقع الوزارة ركز فيها برضه.
كلام في الماضي our house المنزل بتاعنا، والكلام في الماضي المنزل المفرد يبقى was built. the plane الطائرة تقلع، هنشيل دي. والكلام في الماضي أقلعت، يعني أقلعت يعني طارت، يعني عكس هبطت، يعني الطيارة بتقلع عكسها تهبط. مش عارف أنا بقول إيه صيغة. the plane took خلاص ماضي طلعت يعني. رامي بانشد لم يعاقب yesterday he wasn't upset. طبعا هتيجي تقول مستر بدأ بفعل مستر، يبقى دي جملة معلوم. هقول لك انت عبيط، انت ساعات كده بيقول لك ايه، انا دعيت. فاكر الجملة اللي قلناها في السنتر صارت الجدل شوية، بابايا بيعطيني لازم اللفظ يبقى طالع صح، يعطيني معنى كده ان بابايا بيعطيني. خلاص يبقى انا اخذ منه، صح تمام. زي مثلا انا واحد صاحبي بيتجوز فبيقول لي انا بيدعي لي، يبقى هو الفاعل ولا انا الفاعل ولا انا المفعول؟ لا انا اللي حصل عليا الحدث، انا اللي حصل عليا الايه الحدث. اوكي انتوا فاهمين قصدي ايه؟ تعال رامي نقط punished yesterday he wasn't mistaken. الكلام فين؟ كلام في الماضي، في هنا ايه؟ في بي رامي مفرد ياخد was. ذا بارك محاط بيه باي جراس لاند، دي قشطه دي على فكره تمشي معاك لو قلت از surrounded محاط بيه عشان بارك مفرد. which kind of habitats are، ودي على فكره تمشي اتنين، تمشي are found عشان هنا جمع، وتمشي were found. اوكي found at جبل علبة. the unusual cave by the sea. كلمة كوز دي خلي بالك، كوز دي بنت لذينة أوي، ساعات بتبقى معلوم وساعات بتبقى مجهول، بس هي هنا جملة ايه مجهول. يعني مثلا حاجة سببت حاجة تحصل، لو حاجة سببت حاجة تحصل تبقى كوز عادية اي دي. انما لو حاجة اتسببت باي بواسطة حاجة تانية يبقى دي مجهول. تريكاية كده خفيفة لطيفة، فاحنا هننتهز unusual cave ده ووز. كلام في الماضي كلمة أجوف، عشان كده اخترت ووز اللي بتسأل. ادي كلمة caused يعني سببت بواسطة، يعني كانت نتيجة. يعني هنا المنزل الغير الكهف الغير معتاد شكله ده كان نتيجة ليه أو بسبب ذا سي الايه البحر. تعرف البحر بيجي كده يخبط الصخور فيعيد تشكيلها، وصل لك؟ تمام. when was your younger brother، في was يا مستر يبقى ناقصه البي من يولد، هتكون ايه born، اديها ان قلبي. اللي بعده palm oils is، ادي is يا مستر يبقى احنا عايزين البي من يوز، هيكون يا مستر used. خلصت المراجعة بتاعتك، هي مش مراجعة ورك شوب لطيفة. يبقى ماستر كتاب اهو بوكلت ده هتراجعوا راجعوا. اوكي افتح كده مشروبك الجميل المفضل، وبعدها ايه ابتدي راجع كده في اللطيف منه، علشان هعمل امتحان وانتظر امتحان جميل شامل عليه جايزة حلوة. انتوا عارفين ماني توكس، الفلوس بتتكلم، عندكم الماديات المادة غلبت المودة لكن ان شاء الله هنعمل لكم امتحان جميل كده عليه جايزة حلوة للطالب الشاطر اللي هيظبط بأمر الله يونت 7. وكمان كنت عامل تحدي تاني، عملت 3 تحديات. كنت عامل تحدي بتاع التانج تويستر، بس ده سهل، لقيته سهل، تقدروا تقولوا وكان سهل لطيف قوي. بقول لكم تانج تويستر عالي قوي شويه. والتحدي ده بأمر الله اللي هلاقيه، يعني انت اول ما تدخل السنتر ان شاء الله هشوف ده ايه، انا هتلاقيني واقف بنفسي ابص الدنيا معاك تمام لطيفه، لقيتك عامل الدنيا تاخد الامتحان الشامل، جبت درجه حلوه وجميله، هيبقى من الاسئله دي الجايزه جميله. بشجعك بحفزك علشان انت انا عارف الدنيا معاك ايه على الله. وصلنا لاخر الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اعملوا اللي عليكم يا رجاله بامر الله. ولا في حاجه انت صايم صح، ما ينفعش صيام من غير صلاه. تاني انت صايم ما ينفعش صيام من غير صلاه، مش هقول حاجه تاني، بس كده دي المعلومه اللي انا عايز اوصلها لك. ما ينفعش تبقى صايم لن ينال من صيامه غير الجوع والعطش، ده اللي انت بتعمله.
لازم الصلاة الأساس فرض، الصيام فرض، فكذلك الاتنين يجتمعوا مع بعض الدنيا تبقى تمام. واحنا في شهر رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. فده فرصة عظيمة جدا لازم نستغلها صح. السلام عليكم.